فيما يخص معاملة الزوجة يعني في شهر رمضان يعني هي عادية أنا بالنسبة لي، ولكن في بعض الأحيان عباك مع رمضان الإنسان يتعب شوية وكذا منا يعطش، كاين اللي عنده عادات يعني مثل التدخين الشمة يلعبوا كما يقولوا. أنا من الناس اللي شغل ماذا بيا قبل الفطور ما نكونش في الدار، نروح ندير نتقلق شوية، نروح ندير فوتينغ، نروح ندير فوتينغ، بعد كي يقرب تبقى الفطور نص ساعة ولا نجي هذاك ولا طون ندوش كذا منا هاي الشربة. تعرف كتر خيرهم. الحياه في الدين، انا اللي راني واقف على ولادي، انا اللي من ذاك نخلط في الماكله ولا في حوايجهم ولا هذه اللي تسمى شغل. طحت لي في واحد السوجي اللي كنت حاب نهضر عليه. يعني لما تروح المراه ولا الراجل من الدار ما كاينش راح يرفدك، مستحيل. يا تعاود تزوج وتخرب دارك تقلب دارك سافلها على عافلها، يا تبقى تسوفري حتى يكبروا الدراري وتزوج واحد فيهم، والا انت تعبس على قلبك وتزوج. لكن انا هاد الحوايج ما درتهمش. ممكن نزوج ولادي لكن انا ما نزوجش. هذه اللي حبيت نقولها لخاوتنا. تهلاو في نساكم، رمضان يجي ويروح، لكن ما يغيب واحد من الدار راح الدار تريب عليكم. صدقوني سواء الراجل ولا المراه في زوجه راح الدراري يتعذبوا عذاب شديد. انا اللي شفتهم وراهم عندي في اولادي في الدار وكبار قادرين يصبروا، ما قدروش يصبروا على يمهم، وانا كزوج ما قدرتش نصبر عليها. هذه اللي حبيت نقولها لخاوتنا. الزوجه تهلا في الزوج تاعها قد ما تقدر، سيرتو لا طاح لها راجل فحل وهو طاحت المراه فحله، يوقف معها يعني الدقيقه التاليه يوقف معها. باسكو انا قلتها ونعاودها، رمضان يروح ويجي، لكن الانسان ما يروح ما يوليش. في التعامل مع العائله لازم تخرج من الدار كيما ندير انا، نوض نخرج ما نشوف لا هاك لا هاك، نخرج ديريكت هاك، نروح المارشي ديريكت نقضي واش نحب انا وبعدك نزيد شويه واش يحبوا هما. نعاونها. واحد يسالي يا اخي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاون فيها ما كانش يعاون. والله العظيم غير نعاونها في البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاون عائشه رضي الله عنها، خديجه، صار شي صح. يقول لك شي جو هذاك هو يعاون في مرته. الله يهدينا اخو.